بتقنيات حديثة بلمسة تراثية مغربية أصيلة. أدعوكم لهذه الرؤية الجميلة مع خالد أزدو. انضم إلينا للدخول لأول مرة إلى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط في حلته الجديدة. هذا هو الشكل النهائي للملعب بعدما تم إعادة بنائه في زمن قياسي وصل 15 شهرا فقط بمعايير دولية وعالمية سوف نكتشفها سويا. للإشارة فهذا الملعب مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية، من بينها شاشتان عملاقتان مع خاصية ثنائية العرض، بالإضافة إلى 48 كاميرا خاصة بالبث التلفزيوني، وأيضا مجموعة من المرافق الأخرى التي سنكتشفها سويا في هذه التجربة المميزة والرائعة. هذا الملعب من خلال تجربة خاصة نفرض بأن هذا هو المدخل الخاص المرقم في تذكرة المباراة. بجانبه المدخل هناك مقصد بطبيعة الحال من أجل المأكولات وأيضا المشروبات لمختلف الجماهير. قلت بأن إذا ما فرضنا بأن ذلك هو المدخل الخاص بنا بحسب تذكرة المباراة، فهذا المدخل يؤدي إلى مدرج. بالنسبة لنا هنا المدرج 138 137. هذا المدرج يؤدي إلى المقاعد. القصة لن تنتهي هنا. قبل ذلك في خلال جولتنا بالملعب اكتشفنا بأن على طول جنبات الملعب هناك أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث أن هذا الملعب يستجيب لمعايير الفيفا وخصص 1% من سعة الملعب لذوي الاحتياجات الخاصة، بأماكن مخصصة لكل شخص على حدة، وأيضا كراسي للمرافقين. واصل جولتنا من أجل اكتشاف كيف نلج الملعب بحسب التذكرة. هذا هو المدخل للمدرجات، فهناك أيضا صف خاص بكل تذكرة مرقم أو موضوع بحسب الأرقام أو بحسب الحروف التي مثلا إذا ما اعتبرنا بأن التذكرة توحي أو تشير إلى الحرف S الموجود هنا، ونفترض مثلا بأن التذكرة رقمها هو أو المقعد المخصص بالتذكرة هو 19، فالرقم 19 موجود على هذا الكرسي، وبالتالي فإن المقعد الخاص بخلال متابعة المباراة هو رقم 19 من خلال المتابعة ومن خلال أيضا كل ما أعطتني التذكرة من إرشادات. للإشارة فكل المقاعد المخصصة هنا كما قلنا فيبلغ عدد المقاعد 68,067 بالضبط. بالنسبة لعدد المقاعد، كل المقاعد هنا رؤية الزاوية واضحة تماما بالنسبة لمحيط الملعب، ولا عائق واحد بالنسبة للمشاهدين وهو أو المتفرجين، وهو واحد من المعايير الخاصة التي توصي بها دفاتر التحملات بالنسبة للفيفا. الملعب يخصص تجربة فريدة من نوعها، ويخصص أيضا رحلة شيقة من أجل متابعة مباريات المنتخب الوطني عبر هذا الفضائي والملعب الرائع. جاب ويدور حول الفرجة وتقديم المتعة حول ميدان كرة القدم والمدرجات. نتواجد بهذا الجزء من الملعب وهو الخاص بالأجنحة الخاصة، يبلغ عددها 110 جناحا خاصا. سوف نكتشف هذه التجربة سويا وندخل واحدة منها. هكذا هو الجناح الخاص، هذا الذي ولجناه حاليا يعني بكل وسائل الراحة مضمونة. هنا يعني مقاعد بمختلف الأشكال ومقاعد تطل على الملعب، وأيضا شاشة عملاقة هنا بالنسبة لأصحاب هذا الجناح الخاص. والتجربة تؤدي أيضا إلى الملعب من أجل متابعة المباراة مباشرة من هنا من المقاعد، أو حتى الإطلالة على الشرفة من هنا بالنسبة لمختلف المرتادين لهذا الجناح الخاص. تجربة فريدة من نوعها تطل على الملعب مباشرة بطريقة حديثة وتحترم المعايير الدولية وتجعل من الملعب فضاء للاستمتاع أيضا. تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لمختلف الجماهير ومختلف الشرائح. نتواجد الآن بواحد من الصالونات المخصصة لكبار الشخصيات. كما ترون فهذا الصالون تم تهيئه وإعداده لكبار الشخصيات الوافدة على هذا المركب لمتابعة المباريات بطابع مغربي وبألوان مغربية تتيح الراحة لكل مرتدي أثناء وبعد المباراة. هذا الصالون يؤدي مباشرة إلى أرضية الملعب كما تتابعون، أرضية الملعب وأيضا الكراسي المخصصة للجماهير وأيضا لهذه الفئة الخاصة من الجماهير، أقصد
كبار الشخصيات. سوف أتخذ مقعدا مقعد مريح جدا بألوان يعني أكثر من رائعة، وتتيح الرؤية بشكل جيد بالنسبة لمختلف أركان الملعب كما سوف تتابعوا. من المدرجات ومقاعد المشجعين إلى المكان المخصص لرجال الإعلام، أتواجد حاليا بمنصة الصحافة بهذا الركن من الملعب. فهذا الركن يحتوي على 1800 مقعد خاصة برجال الإعلام في منطقة تضم وتعطي جميع الآليات وأيضا المعدات من أجل متابعة حرفية ومهنية. بالنسبة للمقاعد فهي أيضا يعني تدور 360 درجة من أجل تسهيل المأمورية. بالإضافة إلى منصة الصحافة هذه فهناك قاعة خاصة بالندوات بمعايير دولية وعالمية وشاشة خلفية كبرى. توجد أيضا مجموعة من الاستديوهات الخاصة بالمقابلات الصحفية، وأيضا منطقة مختلطة من أجل إجراء اللقاءات مع اللاعبين في ظروف مهنية جد عالية وحرفية. هذه هي منصة الصحافة، وبالتالي فهي دعوة لرجال الإعلام بأن كل الظروف هنا مواتية من أجل تقديم الخبر وأيضا تحليله من خلال هذا المركب الرائع والجميل، مركب الأمير مولاي عبد الله. وصلنا إلى منطقة مهمة داخل هذا الملعب، مستودع الملابس. مستودع ملابس المنتخب الوطني على هذه الشاكلة. كل أسماء لاعبي المنتخب الوطني حاضرة عبر هذه الصور، كل لاعب بمكانه الخاص وأيضا بخزانته الخاصة، وأيضا طاولة لموضوع رهن إشارة كل اللاعبين بطبيعة الحال من أجل يعني تسهيل المهمة في الظروف الملائمة حسب المعايير الدولية. نواصل الجولة من هذا المكان الرائع إلى مكان آخر خاص بعملية الاستشفاء للاعبين. كما تلاحظون هذه الآلة الخاصة بالاستشفاء بعملية جعل اللاعبين يدخلون مرحلة الاستشفاء السريع. دائما في هذه المنطقة الخاصة سوف نواصل المسير إلى جانب آخر. هذه المرة يتعلق الأمر بمكتب المدرب وليد الركراكي وضع رهن إشارته. هذا المكتب الخاص به من أجل إعداد الخطط وأيضا كل التفاصيل الممكنة. هذا مكان وليد الركراكي بطبيعة الحال، مكتبه الخاص، وأيضا وضعت رهن إشارته هذه اللوحة الإلكترونية التي المعدة من أجل وضع الخطط، خطط اللاعبين، وأيضا شرح الأمور والمعطيات التقنية بطريقة سلسة. منطقة الإحماء يعني كل التفاصيل تم الأخذ بها هنا في هذا الملعب، تفاصيل دقيقة. هذه منطقة الإحماء الخاصة باللاعبين، وضعت أيضا رهن إشارتهم مجموعة من المعدات الرياضية من أجل عمليات الإحماء كما ترون. هذه هي المنطقة يعني الأمور الخاصة بمنطقة أو بمستودع ملابس اللاعبين. الوجهة الآن إلى أرضية الميدان. بعد عملية الإحماء يتجه اللاعبون إلى أرضية الملعب، وهذا هو ما يجعلنا نكتشف مستجدات وأيضا التقنيات المستعملة الجديدة لعشب الملعب. سوف أعطيكم بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الأرضية التي تعتبر الأول من نوعها على مستوى الإفريقي، والتي تستعمل من أجل يعني أرضية الملاعب بالأندية العالمية الكبرى. هذه الأرضية فهي مكونة من نوعين من العشب، عشب طبيعي وعشب اصطناعي والياف اصطناعيه ما يسمى بالإبريد، وتستعمل في ذلك مجموعه من التقنيات لصيانته مثل هذه المجسات لإعطاء المعلومات الدقيقة حول هذا العشب. هذه المجسات تقوم بتحديد أو بإعطاء بيانات متعلقة بجودة التربة، بالإضاءة، بدرجات الحرارة. موجودة واحدة هنا في الجهة المقابلة، موجود مجموعة من المجسات هناك يتم وضعها على جنبات الملعب أو داخل أرضية الميدان من أجل الحفاظ على هذا العشب في أفضل الظروف وجعله يعني بساطا أخضرا بالمعايير العالمية الكبيرة. فقط معلومة أخرى، تحت هذه الأرضية هناك غرفة لتخزين المياه من أجل ريه وأيضا من أجل جعله في أحسن الظروف العالمية المتعارف عليها كما تحددها لجان الاتحاد الدولي الفيفا.
هذه الأرضية كما قلت هي الأولى من نوعها على مستوى الإفريقي، وتعتبر من تستعمل أحدث التقنيات المتعلقة بأرضية وعشب. المسافة الزمنية بين ميلاد ملعب مولاي عبد الله عام 83 900 وألف وسنة إزالته كليا عام 2023 بني من جديد بسواعد مغربية بصورة حديثة مبدعة أبهرت العالم. يحكي هذا الملعب تاريخ طويل من الأحداث الرياضية ويستعد ليكون أرضية لصناعة أحداث قارية وعالمية كبرى. تاريخ وجغرافية ملعب الأمير مولاي عبد الله مع مهدي محب. أهلا بكم. ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط أيقونة كروية وتحفة معمارية بمواصفات عالمية. الملعب يقع جنوب غرب العاصمة الرباط على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة إتمارة. تجاوره عدد من محطات وسائل النقل من قطارات وحافلات، بالإضافة إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة. الملعب كان قد درأ النور عام 1983 بسعة تصل إلى 52 ألف متفرج، وفي صيف 2023 انطلقت عملية الهدم وإعادة البناء من الصفر. مدة 15 شهرا كانت كافية لإكمال تشييد الملعب الجديد بحلته العصرية. التصميم والمعماري للملعب تكلفت به شركة أورانج أتوليه بشراكة مع بوبيلوز المعروفتين بتصميم الملاعب. أما عملية بناء وتشييد الملعب فقد تكلفت بها الشركة المغربية SGTM، فيما أنجزت شركة مغربية أخرى شكله الخارجي. الأمر يتعلق بشركة المياس. الطاقة والاستيعابية للملعب الذي صمم بشكل مبهر تفوق 68 ألف متفرج، مع مدرجات مغطاة بسقف حديث وأرضية محشوشبة هجينة. الملعب يحتوي أيضا على شاشات ليد عملاقة بدقة عالية، يحتوي أيضا على نظام صوتي مطور بمعايير الفيفا، إضاءة حديثة صديقة للبيئة، محطة للطاقة الشمسية لتقليص الاستهلاك، نظام تدوير المياه لسقي العشب، وموقف سيارات يتسع لحوالي 5200 سيارة. ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط سيكون مسرحا للعديد من الأحداث والتظاهرات الكروية، أولها لقاء المغرب والنيجر يوم الجمعة 5 شتنبر المندرج في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى نهائيات كأس أفريقيا المغرب نهاية السنة الحالية، ونهائيات كأس العالم 2030 التي ستقام بشكل مشترك بين المغرب، إسبانيا والبرتغال. بجوار هذه المعلمة الرياضية العصرية تم تشييد أيضا الملعب الأولمبي بسعة 21 ألف متفرج، يضم مضمارا من 9 ممرات بمعايير الاتحاد الدولي. الملعب الأولمبي افتتح في ماي 2025 خلال ملتقى محمد السادس لألعاب القوى. ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط في حلته الجديدة ليس مجرد فضاء رياضي، بل مشروع وطني استراتيجي يضع المغرب ضمن الدول التي تملك ملاعب بمعايير عالمية، ويعزز صورة الرباط كعاصمة ثقافية ورياضية، كما يعكس رؤية ملكية تقوم على السيادة الرياضية والتنظيم العالمي. إذن ملعب الأمير مولاي عبد الله دكتور هو جديد، لكن له تاريخ كبير ومشرف للرياضة المغربية. لكرة القدم المغربية بشكل خاص استضاف مباريات حاسمة للفريق الوطني، تأهل من خلالها إلى مختلف نهائيات كأس العالم 94 98، تذكر الأهداف في الملعب وغيرها. استضاف أيضا مباريات كأس إفريقيا 88، أول لقب لنادي مغربي في دوري أبطال إفريقيا لفريق الجيش الملكي كان أيضا بهذا الملعب. احتضن مباريات كأس العالم للأندية 2013 2014، الألعاب المتوسطية، الألعاب الإفريقية. أيضا كان يحتضن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى العصبة الماسية. إذن ملعب الآن جديد، لكن روح الإنجازات وروح تشريف الرياضة المغربية وكرة القدم الوطنية بشكل خاص تعيش حول الملعب أعتقد. فهي مركب الأمير مولاي عبد الله فهو
ملعب مجدد، لأن الإنشاء ديالو كان تم سنة 1983، ومنذ ذلك التاريخ فقد استضاف وقد استقبل عدة تظاهرات قارية وطنية ودولية أعطته إشعاعا رياضيا عالميا، وبالتالي الآن أصبح في مرحلة يجب أن يتم تجديده للاستجابة للمتطلبات الحديثة في المجال الرياضي، خصوصا استقبال التظاهرات الرياضية من المستوى العالمي ككأس إفريقيا أو كأس العالم. صحيح. بالنسبة للملعب الآن هو حديث. أول مباراة ستلعب غدا تجمع المنتخب المغربي منتخب النيجر. نذكر بأن أول مباراة لعبت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله كان يوم 9 نوفمبر 1983، جمعت فريق الجيش الملكي بنادي هامبورغ الألماني. قبل أن نتحدث عن مباراة الفريق الوطني لا بأس أن نفتح قوس لنتحدث عن الأطر المغربية، العمال المهندسون التقنيون الذين بنوا هذا الصرح الرياضي الكبير. فخورون بكل تأكيد، سعداء بالأطر المغربية الذين أسسوا هذا الصرح الرياضي الملهم. أعتقد يجب أن نتحدث بشكل كبير عن هذا العامل، هذا المركب الرياضي الكبير والجوهرة المعمارية ببعد هوياتي فني مغربي.